ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. تعالوا النهارده ان شاء الله هنعمل صنف حلو، وهنعمل كمان غدا حلو جدا جدا وسريع ومكوناته بسيطه قوي. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه هنا انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، نخلتهم كويس جدا، وهي هنشوف هنحط عليهم ايه من المواد الجافه. ما تنسيش بقى كده من اول الفيديو تنزل تحطي لايك للفيديو، وكمان كومنت حلو يشجعني. وزعلانه منكم جدا عشان المشاهدات قليله جدا جدا واللايكات. فان شاء الله كده ايه تشجعوني كده باللايكات الحلوه بتاعتكم. بعد ما نخلت ال4 كوبايات دي كده زي ما انتم شايفين، حطيت كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر على حسب ما انت بتحبي تستخدمي، وربع معلقه من الملح. هقلب بقى المكونات الجافه دي كويس وهركنها على جنب، ونشوف هنحط ايه تاني او هنستخدم ايه تاني. النهارده هعمل لكم كيكايه تحفه 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 بايه؟ بالاستفندي. الاستفندي كتير جدا جدا، اللي هو مش عارفه بيقولوا عليه عرايشي ولا ايه بالظبط، بس هو حلو قوي ومسكر. جبته وقشرته وخدت جزء من القشر بتاعه، طبعا بكون غسلاه. وكمان بشيل البذر منه خالص، يعني ما بخليش في بذر خالص عشان ما يمررش. ورحت كده حطاهم في الكبه، عصرتهم او في شفشق الخلاط لو انت تستخدم شفشق الخلاط. قد ايه استفندي دول؟ حوالي 6 استنفاديات، لان هو مش كبير، هو بيبقى حجمه صغير. فدول 6 وحدات من الاستفندي. بدأت ان انا اعملهم زي ما انتم شايفين كده، ضربتهم كويس جدا. وهركنهم بقى في حاجة تانية. يعني انا بعد ما ضربتهم كده هفضيهم في حاجة تاني، ونبتدي نشوف في نفس الكبة هنشتغل بيها. لو انتي مش هتشتغلي بالكبة اشتغلي بشفشق الخلاط عادي، مفيش اي مشكلة. بس الهاند بلندر مش هتطلع لك النتيجة اللي انت هتشوفيها دي. يبقى يا الكبة يا الخلاط. هنا بقى جبت الكبة، بعد ما شلت العصير اللي احنا عملناه، ما صفيتوش ولا اي حاجه. جبت هنا كوبايتين من السكر عليهم بيضتين. شوفوا بقى صينيه الكيكه دي هتتعمل ببيضتين 2 وهتطلع تحفه. وكيس من الفانيليا، كيس واحد من الفانيليا، لان طبعا البرتقال كمان او الاستفندي ريحته كمان قويه، فما بتخليش اي زفاره. هنضربهم بقى كويس جدا جدا لغايه ما لونهم يفتحي معايا في الكبه. يبقى اللي انا عملته ايه؟ عصرت حوالي 5 او 6 وحدات من الاستفندي، ركنتهم على جنب. وبعد كده حطيت كوبايتين من السكر على كوبايتين من السكر على بيضتين وكيس فانيليا، وضربتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين لغايه ما لونهم يفتحي معايا بالطريقه دي. بعد كده هنعمل ايه؟ عندي كوبايه من الزيت. الزيت اللي انا بستخدمه ده مش زيت تموين، لازم يكون زيت نوعيته نظيفه، يعني اي زيت ما يكونش ليه ريحه. اي زيت انت بتفضليه استخدميه، بس يا ريت ما يكونش بتاع تموين، لان بتاع التموين بيبقى ليه ريحه. بلاش منه. حطيتهم كده على الخليط وضربتهم كويس، وبعد كده نزلت بعصير اللي احنا عصرناه في الاول خالص. زي ما بقولك انا ما بصفيهوش نهائي، لان انا شايله منه البذر. انا عايزه القطع بتاعه القشر دي والقطع الاستفان دي، بتديني طعم وريحه خطير. ضربتهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كويس جدا. هجيب بقى الخليط الجاف وابتدي انزل عليه بالسوائل اللي احنا ضربناها مع بعضها. ونبتدي بقى ندخل كل المكونات في بعض كويس جدا، ونراعي ان احنا ما نخليش فيها اي دقيق يكون ما تقلبش معانا كويس. هي بتبقى سمكها تقيل شويه، مش بيبقى خفيف زي الكيكات التانية، بس بتديكي نتيجه تحفه، وهتشوفيها دلوقتي معايا اما تطلع من الفرن. بجد طالعه خطيره وشكلها حلو جدا جدا. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى هنفضل نضرب كده بالمضرب كويس، مضرب يدوي عادي. نفضل نضرب فيه كويس لغايه ما كل المكونات تدخل في بعض. ومحضره صينيه تكون الومنيوم، انا بحب اعمل الكيكه في الصواني الالومنيوم جدا. محضره صينيه الومنيوم، ودهنها دهنه بسيطه قوي من الزيت. ما حطيتلهاش دقيق ولا اي حاجه، هي دهنه بسيطه قوي من الزيت. وهنبتدي نفضي فيها الخليط ده كله. لو وصلتي لغايه هنا من الفيديو بقى، ما تنسيش ان انت تعملي لي لايك واشتراك، احنا في الدقيقه الرابعه اهو. وبفكرك ان انت تنزلي تعملي لايك حلو واشتراك، ولو انت مش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس على كلمه الكل. بصي بقى هنا انا لقيت حبه كده الدقيق ما تقلبوش، رحت عاملاهم على طول علشان كله يبقى خليط واحد. زي ما انتوا شايفين كده الطريقه سهله جدا، وريحتها بقى كانت قلبه الشقه بجد تحفه. بعد كده بقى دخلتها الفرن على درجه حراره 180، وتعالوا نشوف معانا الغدا بتاعنا هيكون ايه النهارده. هنا بقى جبت حله على النار، سبتها تسخن شويه كده على نار هاديه، وبدات نزلت بيها ب5 معالق من السكر. كرملوا كده بالطريقه دي، نزلت عليهم بمعلقتين 3 من الزيت. كده السكر معايا ما اتحرقش، لا ما تخافيش ولا اي حاجه. انا عايزه اللون ده، لان انا هوريكم انا هعمل الرز لونه عامل ازاي. جبت هنا بقى بصلايه متوسطه وقطعتها كده مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، على قد ما اقدر بالسكينه، يعني بقى كسلت اطلع لها الكبه بصراحه تاني. بدأت بقى ان انا اقطعها كده، وعلى على السكر والزيت على طول كده زي ما انتم شايفين.
خلصتها بالطريقه دي هبتدي بقى اقلبها. انا عايزه بقى البصل يتغلف معايا بالسكر اللي اتكرمل ده كويس قوي. بصوا، عايزه اقول لكم بقى شويه رز حكايه حكايه، جربوها بالطريقه دي تحفه. خلاص هنبتدي بقى كده ايه، انا مهديه النار خالص عليه. هبتدي بقى احط التوابل اللي انا هستخدمها. حطيت عود من القرفه، هحط كمان حبهان، هحط كمان واحده من اللومي، نص معلقه او معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من خلطه الكبسه ودي بجيبها من عند العطار جاهزه كده على طول، وكمان هحط معلقه من الكركم. تمام كده، يبقى حطيت فلفل اسود وكركم، معلقه من الكبسه، وهظبط الملح وهشوح التوابل دي كويس جدا جدا مع البصل والسكر والحاجات اللي احنا حطيناها دي. وهنروح على طول حاطين معلقتين كمان من الكاتشب لو متوفر عندك، او يا سلام لو عندك عسل اسود تحطي معلقه، بيبقى حكايه. خلاص كده قلبتهم كويس جدا وريحه بقى التوابل فحفحت كده في المطبخ كله. هبتدي انزل بقى بالميه بتاعتي. انا هنا كنت بعاير الميه بالكوبايه، ليه؟ لان انا هعمل رز بسمتي. فالرز البسمتي زي ما احنا عارفين كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين من الميه. فانا هنا كنت عامله 3 كوبايات من الرز، حطيت لهم 6 كوبايات من الميه زي ما انتم شايفين، عشان يطلع معاكي رز مظبوط 100%. اول بقى ما الخليط اول ما الخليط بيغلي زي ما انتم شايفين بنزل الرز على طول. انا هنا الرز ده بنقعه حوالي 10 دقايق بس قبل ما بتستخدمه على طول. العشر دقايق دول بيفرقوا في التسويه بتاعته وبيدوكي الرز كده مستوي وجميل. خلاص هسيبه بقى على نار عاليه، واول ما يغلي شويه هدي عليه النار وانقله على عين اصغر من دي. طيب تعالوا بقى دلوقتي هنحضر حاجه تانية معانا. هنا دي خلطه الكفته اللي نازله جديد من كنور. انا قلت ان شاء الله عايزه اجربها، فجبت كده كيس وحطيت له كوبايه ميه زي ما مكتوب على الكيس بالظبط، وهسيبهم بقى حوالي 10 دقايق زي ما هو مكتوب. عايزه اقول لكم كانت تجربه حلوه جدا جدا وعجبتني وهستخدمها برضو على طول. هنا بقى حطيت الكيس زي ما انتم شايفين، ودوبته كويس في كوبايه الميه زي ما مكتوب على الكيس بالظبط بعمل. وهركنهم 10 دقايق على ما احضر الخليط اللي معايا. هنا بقى كانت الكيكه طلعت زي ما انتم شايفين، بصوا بقى خطيره ازاي ولونها تحفه. ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم، ريحتها خطيره خطيره بجد، كانت قلبه الشقه كلها. والله ريحتها حلوه قوي قوي، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. والمقادير مظبوطه بالشعره وبالتين، هما اللي عملوا لي الصينيه دي كلها في حاجه كده تحفه. هنا بقى قلت اقطعها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبتدي ان انا ايه اقطعها واوريكم بقى السمك بتاعها عامل ازاي وارتفاعها عامل ازاي. بصوا هي لسه بتطلع دخان طبعا، لسه طالعه من الفرن. بصوا خطيره تحفه، ولونها من جوه فظيع. بصوا ما شاء الله حبيبات اليوستفان دي باينه فيها كده خطيره. بصوا هنا كمان قربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا ارتفاعها قد ايه. حلوه قوي قوي، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. والمقادير بتاعتها مظبوطه جدا وهكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا بقى هنيجي نكمل بقيه الكفته بتاعتنا. جبت بصلتين صغيرين، انا البصل اللي عندي حجمه صغير فانا جبت 2 صغيرين، لو انتي متوسط هتحطي بصلايه متوسطه. قطعتها كده في الكبه ونزلت عليها بقطعه صغيره من الليه. طبعا دي لو متوفره عندك، مش متوفره عندك مش مشكله، بس هي بصراحه بتدي تيست حلو قوي قوي. قطعه صغيره قوي مش كبيره، بس بتفرق في الطعم قوي قوي بتاع الكفته. حطيت البصل والليه كده زي ما انتم شايفين. الليه دي الناس هتسالني دي عباره عن ايه، ده اللي هو دهن الخروف، ده دهن الخروف. حطيت قطعه صغيره قوي وهفرمها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي في الكبه، هفرمها كويس قوي قوي، انا عايزاها ناعمه قوي. هنزل بقى كده الحروف بتاعه البصل، وابتدي بقى نشوف بقيه المكونات اللي احنا هنحطها معانا ايه. جينا جبت نص كيلو من اللحمه المفروم، ده نص كيلو بس من اللحمه المفروم. ودي خلطه كنور اللي هي الجاهزه اللي احنا جايبينها وهنجربها مع بعض. حطيتها كده على النص كيلو بتاع اللحمه، وهنزل عليها بقى بشويه بهارات انا من عندي. حطيت معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه من القرفه، وحطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هم دول الحاجات التوابل اللي انا حطيتها، وربع معلقه كده من الملح. ما تكتريش الملح لان الخلطه فيها ملح عشان ما تحدقش معاكي. وبدات بقى ان انا افرم كل الحاجات دي كده مع بعضها. خدتها كده لفه في الكبه، لو انت مش عايزه تاخديها تاني لفه في الكبه، لو انت زي ما قلت لك مش عايزه تعمليها في الكبه، اعمليها كده حطيها في طبق وسمغيها كده بايديك، تدعكي فيها شويه حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعه وهتتمسك كلها مع بعضها. انا هنا استسهلت طالما كده كده مطلعه الكبه فاستخدمتها. نزلت بقى كده كل الخليط من الكبه زي ما انتم شايفين. بصوا الخليط متماسك جدا وريحته حلوه جدا جدا. عايزه اقولك ان ريحه الخلطه اصلا تحفه. وكمان احنا مزودين البهارات من عندنا عشان برضو البصلايه اللي احنا حطيناها وحته الليه، فموديه الكفته في حته تانية خالص. بصوا بقى قلبتها كده تقلبتين، بصوا ماسكه ازاي، ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه، خطيره. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي.
خلاص كده هنركنها بس ترتاح كده 10 دقايق على ما احنا نعمل اي حاجه تانية. انا هنا بقى كنت شغاله ايه، اي حاجه تطلع معايا في المطبخ بروح على طول على الحوض، اروح بالليفه كده على طول ومصبناها عشان ما تبقاش عندي مواعين بعد ما اخلص. انا بحب اعمل كده، يعني بخلص الاكل بيبقى مطبخي نضيف من تحت ايدي، ما بيبقاش في اي حاجه. خلاص هنا بقى جبت هنا ده مسن اللي بسن عليه السكاكين، جبته كده بقى بالطريقه دي وبدات ان انا اصب عليه الكفته. بص متماسكه جدا، بدهن ايدي كده دهنه بسيطه من الزيت، وابتدي ان انا اصبع الكفته زي ما انتم شايفين. عايزين بقى تعملوها كور، عايزين تعملوها صوابع، انا بصراحه عملتها بالطريقه دي وهتشوفوا في طريقه التقديم بتاعتها حلوه قوي وعجبتني بصراحه. الخلطه حلوه يعني هجيب منها تاني وهستخدمها واخليها برضو من ضمن الخلطات اللي انا بستخدمها. انتوا عارفين ان انا مثلا بحب اجيب خلطه البرجر، بحب اجيب خلطه شيش طاووق، خلطه الكفته، الحواوشي، الحاجات دي بحب يعني ايه، بتنفع في اي وقت زنقه ما تكونيش مثلا عندك توابل مطحونه، ممكن تستخدميها وبتستغني عن التوابل. بصوا بقى ما شاء الله نص كيلو طلع لي كميه حلوه قوي قوي. طبعا انتوا عارفين ان الخلطه دي بتضاعف كميه اللحم. خلاص حطيتها بقى على النار وحطيت لها ربع كوبايه كده من الميه. قلت بقى هنا هعمل ايه، اي حاجه سلطه كده عشان انا ما عنديش طحينه، فقطعت كده حبه بقدونس صغيرين وحطيت عليهم معلقه توم ومعلقه من هريسه الشطه ونص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره ونص معلقه من الكركم، وكمان حطيت سنه شطه كده حسب الرغبه بقى زي ما انت عايزه، وظبطت الملح بتاعها ومعلقتين خل وقلبت كل الخليط ده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله بقى، يعني طبق سلطه كده في السريع ما اخدش اي وقت، وكمان حطيت معلقتين زيت بس ما تصورتش معايا. هنا بقى كنت سلقه بطاطستين، انا مش عارفه اسمهم بطاطستين ولا هما يعني عامه حبيتين بطاطس كانوا عندي، رحت سلقتهم كده نص سلقه ورحت مقطعاهم مكعبات زي ما انتوا شايفين، وعملت سلطه بطاطس كده تحفه وخطيره وحاجه سريعه كده موجوده في البيت. بصوا بقى جمالها. كمان ما تنسيش تحطي معلقتين الزيت، بتفرق في لونها قوي، يعني بتخلي كده فيها لمعه كده حلوه قوي. بصوا طعمها خطير، ممكن تعملوها كمان تحطوها في علبه كده في التلاجة لاي وقت تحتاجوه. هنا بقى كانت الكفته كمان استوت زي ما انتوا شايفين، قلت بقى هحط فيها فحمايه تديني ريحه الشوي. حطيت كده ورقه فويل وحطيت فيها الفحم ونزلت كده بمعلقه من الزيت وغطيتها عشان الريحه تفضل فيها. بصوا بقى الرز وجماله وفلفلته فظيع وطعمه تحفه، جربوا الطريقه دي في الرز حلوه قوي قوي قوي. وكمان لو انت عندك شوربه اسقيه شوربه بدل الميه، بتفرق برضو في طعمه جامد جدا. بصوا خطير. والرز البسمتي اللي انا جايباه برضو طلعت نوعيته حلوه قوي، فبصراحه عجبني، يعني طعمه عجبني جدا. وهنا بقى قدمت الكفته بطريقه كده حلوه، كنت انا بقى ماما بس اللي موجودين، وقلنا بقى طب نتغدى انا وهي عقبال ما الولاد يجوا. بصوا الكفته متماسكه وتحفه ازاي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده وتقولي رايكم في الكومنتات، وكمان عايزه لايك حلو منكم ده بيشجعني. ولو انت لسه ما اشتركتيش اعملي اشتراك ودوسي على كلمه الكل وعشان يوصلك اشعار بكل فيديو انزله ان شاء الله. وعايزه رايكم في الفيديو بتاعي النهارده، خفيف ولطيف كده، واستنوني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا.